على الخاص الطرق مو عنوان. واذا ماكو بخيته شلون؟ ماكو بخيته. شو السالفه؟ شو السالفه؟ اشتهيت اجواء عرس. حلو العرس. اريد فستان من بغداد، توزيعات على اهل العروس. عمي وادم بابة عرب انت، نحن بخدشن، نحن وادم بابة عرب، لا توزيعات على اهل العروس ولا هاي. احنا اهل العريس نتكفل بكل شيء. احنا ما عندنا التوزيعات على اهل العروس والهاي على اهل العروس. احنا وادم بابة عرب نتكفل بكل شيء. فطيمة طبعا اجيب عرسك. شلون؟ انا حامل بالتاسع راح يكمل شهري بعد اسبوع وما جبت. شنو عاداتكم القديمه حتى جبت؟ تتبخرين بشو اسمه، تتبخرين بجلد مال بعير خي يجيبوا لك. اي لا ما عندنا كباب، احنا كله مفطح. احنا عيب عندنا نطي كباب. علاج الصدفيه يروح كلش كله يروح. اذا بنتي من تعرسه حتى شنو اسوي لها؟ انت هسه خد تعرس غير كنت تعرس بنتك تنام على قلبك. بنتك شنو صوره شرشوبه هي بنتك؟ ها؟ وش اسمه؟ احنا ما يسوون كباب عيب، لا ما يسوون مفطح وصواني تمن ولحم، ما يسوون كباب. فاشل ابويا عندنا كباب. هاي الوادم الحضر تسوي كباب. خاله شلون مدبره موضوع المصرف ويا زوجك؟ خي هو الرجال يصرف. انا بالنسبه لي يعني هو ابو زهراء هو اللي يصرف، هو اللي يتسوق، هو اللي يجيب كله. هو كل اسبوع يجيب مسواق مال اسبوع كامل يذبه، واذا احتاج انا شيء وهو جاي من الشغل يجيب لنا اياه. نفس التقاليد والعادات. اي خي احنا عندنا عيب. مزهوره موت عليك بعد. روحي مزهوره من تجين للسماوه معزومه يمي بالرميثه. هلا ام راشد اجتنا عزيمه للرميثه. ام راشد تمشين؟ اجتنا عزيمه للرميثه. بيش الكرسي بس وزن 50 و60. بعدك خاله بالعراقي بالعراق. صبحت بوجهك بعد. روحي حبيبتي. اعتقد اكو خلل بالتحويل مالتك. قرايبي ولا وحده مبخت كلن طايحات. انا قومك من بختي، انا قومك فطيمه، انا قومك من بختي. وشوفي العرضه الحلوه، وشوفي الحياه الحلوه ان شاء الله بقوه الله تعيشينها. هي ال50 وال60 ليش تلبس كورسيه؟ لازم ال50 وال60 تلبس كورسيه. اريد سيروم مال تحت العين دخله على الخاص حبيبتي. تالي تاخذيها لعبد الله اياه. خاله نصيحتك للعلاقه المهمله. نصيحتك للعلاقه المهمله. نصيحتي للعلاقه المهمله. قلت كان هاي البنيه سالتني قالت لي نصيحتك للعلاقه المهمله. شنو يعني؟ شنو يعني؟ قلت سالتني سؤال مال المثقفين. قلت كان هاي البت لوتيه. سالتني سؤال مال المثقفين. وحده بي كان بسرعه تغششني. نصيحة العلاقة المهملة. شوفي حبيبتي عبالها تقدر لي. شوفي حبيبتي دائما، شوفي دائما السفرة إذا ما كان بيها فندوس تمر وإذا ما كان بيها لبن تتخلخل العلاقة. شلون تتخلخل العلاقة؟ يصير إهمال من طرف الزوجة.
لما يصير إهمال من طرف الزوجة بعدم دخول اللبن والتمر بالصينية مالت الغداء، الزوج راح يفكر يقول ليش ما خلت لي تمر؟ ليش ما جابت لي فندوس تمر؟ ليش ما حطت لي صلاحية لبن؟ ليش ما سوت لي هاي شومة زلاطة؟ ليش ما حطت لي خبزة ويا التمن؟ يصير من الطرفين، يصير ضغط من الطرفين، فالطرف هذا يكون مشدود. نحكي بثقافة، انت الثقافة لعبتها، هاي ماكو المنطق. تعرفيه عن المنطق، هذا المنطق. تنشد العلاقة من الجانبين فتكون مشدودة. لما تكون مشدودة من الجانبين يصير إهمال. لما يصير إهمال هنا يأشر عند الزوجة الإهمال، إنه الزوج أهمل الزوجة. هو الصوت مو بي الحادي، ما بي صوت المشوية، يا المشوية أنت اللي ما حطيت التمرة واللبن. شلوني مات الفيس؟ شلوني لعبتها صح لو ما لعبتها صح؟ ايش عبالكن؟ يمكن ام السؤال طبعا. شلوني حط لكن فندوس تمر، تن جاي كان عيد. نصيحة خذنها من من خالة، من باجي، من دادة، من دية. جاي كان عيد، كثرة للريال تمر، كثرة له فندوس التمر. واللي ما ياكل تمر، حتى لو ما ياكل التمر حطي له. رغودة حبيبتي كل ليلة بيك، بعد روحي وبعد قلبي طبت المعدلة ياها بيكن. طبعا خلق راويك رغد هي صديقة ام راشد. رغد تسوي جبن ضفاير، ورغد تسوي قمر، ورغد تسوي كبب، ورغد تطبخ برياني ومرق سمك يطقطق. ورغد بيتها كبير، وبيتها 24 ساعة يلق ويلمع، وبناتها 24 ساعة يلمعن، وكل يوم طالعة. كل يوم لو تروح للصالون، لو تروح يم ام راشد، لو يطلعن المطعم. وهذا كله منظمته. اقولها شلون منظمته؟ هذا تقول خاله غير هاي سوالف النادرات، وتسوي خبز وسياح، ودوم خطاطير عندها الظهر دوم. فديت اللي تقول رغودة حلو اسمي بحلقي، كم اسمك رغد حبيبتي؟ هاي النسوان المعدلة النادرة، هاي النسوان النادرة، هاي المفروض تتوج والله.